تخيلوا معايا واحد الام طلبت من بنتها تمشي للحانوت تجيب ليها الصابون ديال الغسيل. البنت مشات عادي، ولكن ملي رجعت مسكينه كتزحف في الارض، وجهها والجسم ديالها كاملين مجروحين، لابسه غير العبايه وتحت منها كانت عريانه، وزيد عليها ما كانتش كتشوف. الام ملي شافت بنتها بهذه الحاله طاحت كتغوت، وتجمعوا الجيران والعائله وبداو كيسولوا البنت شنو وقع لك وشكون اللي دار فيك هذه الحاله. ولكن البنت كانت صغيره ومصدومه وما قادراش لا تهضر لا تجاوب لا تتكلم. من بعد ما هدؤوها وداوها المستعجلات، ومنين ولات قادره تهضر قالت لهم محمد هو اللي دار فيا هذه الحاله كامله. قضيتنا وقعت في مصر، وبالتحديد في مدينه بلابيس في حي سميتو مساكن الشيخ عمر. شيماء كانت بنت يتيمه في عمرها 14 عام، ما عرفتش باها حيت توفى وهي صغيره، وخلاها هي وخوتها مع امهم رضا. الام كانت مرة بسيطه مسكينه، من بعد وفاه الراجل ديالها ما بقى عندها حتى سند، وخدمات خدمه ديال الديور باش توفر غير المصروف اليومي والمعيشه لوليداتها. ما كانتش قادره تدخل شيماء للمدرسه. ومنين كبرت شيماء كتشوف امها كتعذب وهي تقرر انها تخدم وتعاونها. ما بغاتش بنتها تكون خدامه في الديور، وفعلا مشات قلبت ليها على واحد الخدمه كتخدم في واحد الشركه ديال الحوايج. شيماء كانت كتبدا مع 7 ديال الصباح وكتخرج مع 4:30 ديال العشيه. كتكون عيانه ولكن فرحانه في نفس الوقت لانها كانت كتعاون الام ديالها. نهار 17/12/2025، هذا النهار اللي عمره ما يتنسى عند شيماء، اليوم المشؤوم اللي تبدلات فيها حياتها كامله. رجعت شيماء من الخدمه وقالت لامها راه فيا الجوع. الام قالت لها سيري يا بنتي جيبي لي الصابون ديال الحوايج من الحانوت وبما تلقيني وجدت لك نيت الماكله. الحانوت كان قريب ولكن الطريق ديالو اللي كدوز ليه كانت شويه خايبه، كانت ارض فلاحيه، الوقت كان تقريبا من مورا العشاء وكان الظلام، ولكن شيماء كانت متعوده تدوز من ديك الطريق. فجاه واحد اليد كتشدها وكتدخلها لديك الارض الفلاحيه، بدات كتقاوم وكتغوت، ولكن المعتدي دخلها بزز منها في ديك الارض. بدات كتقاوم وكتحاول تغوت، ولكن المعتدي دخل صباعو بربعه في الحلق ديالها باش يسيطر عليها. بقات كتغوت حتى تجرح الحلق ديالها لدرجه ان هو خاش يديه في فمها والدمامات كلهم هابطين لها من فمها. هذا الشخص كان سميتو محمد، واحد السيد اللي كان معروف في المنطقه بالاجرام، هو وخوتو والام ديالهم. الناس كانت كتخاف منهم وكتبعد عليهم حيت ديما تقريبا كيديروا مشاكل وفيهم العنف وكيتعاملوا خايب مع الناس اللي ساكنين حداهم. محمد كان هو الصغير، كانت عمره 25 عام، كان شفار كيتعدى، كان مدمن، وسبق لي اصلا تعدى على واحد البنت. دائما امه كانت كتحميه وكتهدد اللي كيبغي يمشي يديكلاري به، وكتسكت الضحايا بالفلوس ولا بالخوف. محمد ضرب شيماء بوحشيه، شوه ليها الوجه ديالها وتعدى عليها بطريقه وحشيه، ومن بعد حاول قتلها وبقى كيضرب فيها حتى طاحت على واحد الحديده ودخلت ليها في الخد ديالها. ومن بعد قال لها غنخليك ديري العكاز، وحتى دوك العينين اللي غادي يشهدوا فيا غادي نحيدهم ليك. وفعلا داكشي اللي دار، خشى صبعانو في عينيها وتقبهم ليها. من شدة الضرب والخوف وتخنقات السيده سخفات، ملي فاقت لقات راسها مرميه في واحد العشه ولابسه غير العبايه بوحدها، وبقات كتزحف حتى وصلت الباب ديال دارهم. اختها شافتها وبدات كتعيط على الام ديالها. الام تصدمات، البنت كانت مشوهه وتقريبا حالتها كلها ماشي هي هذيك. جاو الاسعاف والبوليس وتاكد الاعتداء. شيماء شهدات وقالت بلي محمد هو اللي دار فيها هذا الشيء. البوليس مشاو لدار محمد ولكن عائلته حاولوا ينكروا. مشات الام ديال محمد عند الام ديال شيماء، ومن بعد ما هدداتها عرضت عليها الفلوس ودار، ولكن الام رفضات وقالت لها شرف بنتي ما كيتباع ما كيتشرى. من بعد بداو كيشوهوا في السمعه ديال شيماء، ولكن الجيران وقفوا معاها وشهدوا بالحق. دابا شيماء عين ما كتشوفش بها نهائيا، وعين اخرى العالم بها الله، واش غتولي تشوف واش تبرى ولا ما تبراش، وعندها صدمه نفسيه كبيره وتتحتاج لعلاج طويل. القضيه ما سالتش هنا، الام كتناشد بالعدل وبالمساعده. هاد الجريمه ما فيهاش غير مجرم واحد، فيها مجرمين اللي هما كيتكونوا من عائله، محمد وعائلته والام اللي رباته على الاجرام وكانت كتستر عليه. التربيه ماشي انك تحمي ولدك من العقاب، التربيه انك تحاسبه وتوقفه عند حده قبل ما يدمر الناس ويدمر راسه. الله يكون في عون شيماء، راه ضحيه ديال عائله كامله، وحنا خاصنا نفيقوا حيت بزاف ديال المظلومين وبزاف ديال الناس كيسكتوا على الظلم. المهم هذه هي القصه ديال شيماء، باقي ما تحكمش وباقي ما تقالش شنو قال القضاء. هذه هي القصه ديال شيماء، 14 عام وتكرفصات، باقي ما شافت ما تشوفات. منين غيكون شي مستجدات على القضيه ان شاء الله غنعاود ندير لكم فيديو ونقول لكم بشحال تحكم محمد. قصه شيماء كتسالي هنا. الا كانوا شي مستجدات على القضيه او على النطق بالحكم انا غندير لكم فيديو جديد. تهلاو ليا في ريوسكم. السلام عليكم.